اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة مع جنى. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البصارة، هنعملها بطريقة جميلة جدا. انا معايا الفول بتاع البصارة، انا نقعته الاول حوالي بتاع ساعة كده او ساعة ونص، لغاية بس ما يطرى كده معانا عشان يستوي بسرعة وما ياخدش معانا وقت. يلا نشوف هنعمل ايه. انا هجيب معايا كده الفول وهحطه في قلب الحلة الاول واحط عليه المية. الفول ضعفه بتحطي الميه بالظبط، يعني مثلا لو انت عامله كوبايتين فول بتحطي ضعفه 4 كوبايات ميه. هجيب كده بصلايه مقطعه 4 واحطها عليه، ومعايا كده توم صحيح احطه عليها، ومعايا كمان خضره انا مقطعاها قطع صغيره وما مش حطاها سليمه. ليه بقى؟ علشان لما تستوي البصاره ما تبقاش مشعره. لما تحطيها كده سليمه او تقطعيها نصين بتلاقي البصاره كده في الاخر بتبقى مشعره بعد ما بتعمليها، ما بتتفرمش في الخلاط. العرق بتاع البتاع ده لما يكون سليم ما بتفرمش في الخلاط، فانت بتلاقيها مشعره. فعشان كده بقى تقطعيها قطع صغننه زي كده تبقى حلوه معاكي. معايا كمان شويه نعناع ناشف، النعناع دوت هيخليها تمنع الانتفاخات او وجع البطن او كده لو بتتضايق من الفول، فبيبقى حلو او بيمنع الانتفاخات، وبقى بيديها برضو نكهه وطعم حلو قوي. وهحط قرن فلفل حامي لو انت عايزاها سبايسي كده، فده بيظبطها بيخليها جميله قوي. بس كده انا هسيبها بقى تستوي، تغلي وتستوي خالص، وبعد كده بقى هتبرد وهنصفيها دلوقتي وهنعمل لها بقى احلى تقليه واحلى طشه. بقى التكه بتاعتها هنعمل لها طشه توم حلوه قوي، هتخلي طعمها بجد جميل. هنا البصاره كده استوت معانا وبقت تمام قوي. هاخدها بقى دلوقتي على الخلاط، انا سبتها تهدى شويه، هاخدها على الخلاط بقى دلوقتي وافرمها. دلوقتي هنا بقى انا ولعت عليها تاني، رجعتها الحله تاني بعد ما فرمتها وولعت عليها تاني. هضيف بقى عليها شويه كمون، وهظبط الملح بتاعها عشان طبعا احنا لسه ما حطيناهاش اي توابل خالص. وهنعمل لها تكه دلوقتي بقى هتخليها حكايه يعني، خليكم معانا عشان تشوفوا التكه اللي جايه دي. دلوقتي بقى كده احنا هنعمل التقليه بتاعتها. انا جبت البصل كده وقطعته جوانح، انا بحب اقطع التقليه بتكون جوانح بتبقى حلوه. لو انت عايزاها قطع صغيره قطعيها قطع صغيره. هحمرها كده، انا اهم حاجه خطوه دلوقتي ان انا هوطي عليها علشان تبقى مقرمشه. خليكي معانا بقى وشوفي التكه اللي جايه دي مهمه جدا، هتودي البصاره في حته تانية خالص ان شاء الله. دلوقتي بقى هنا انا معايا توم دقيته، هحط عليه شويه كمون، وهحط عليه شويه كزبره ناشفه، وهقلبها كده مع بعض. او ممكن تدقيه مع بعض، تدقيه مع الثوم، تدقي الكزبره والكمون مع الثوم. تعالي بقى نشوف هنعمل بيها ايه. هنا التقليه بتاعتنا بقى لونها ذهبي كده وجميل كده. بقى انا هبتدي اطلعها، طالعه مقرمشه ما شاء الله، بس بقى مش هطلعها كلها، انا هطلع شويه كده منها وهسيب الباقي علشان هعمل لها تكه كده بسيطه واحطها على البصاره. التكه بتاعتي دلوقتي بقى ان انا هاخد معلقه من الثوم، دقه الثوم ديت اللي احنا عملناها بالكمون بالكزبره، وهديها تقليبه كده وهحطها بقى على البصاره على طول بالزيت بتاعها كلها كده على بعض. هنا بقى انا ضفت الطشه عليها هي اللي عملناها مع التومه، اللي هي التومه بالكمون بالكزبره مع بقيه البصل والزيت، حطيته كله عليها وهسيبها بقى تاخد غلوه. بجد ريحتها حلوه جدا جدا. وبعد كده بقى لما تسخن هغرفها في اطباق بقى واسيبها بقى على حسب. بقى في ناس بتحب تغرفها في اطباق وتسيبها تاكلها بارده، وفي ناس بتحب تسيبها في الحله تاكلها سخنه وتاخد على قد
ما تاكل. بس انا عن نفسي بحب اغرفها في اطباق. وهنا بقى بعد ما غرفنا البصاره وهنحط عليها كده التقليه كده فوق الوش كده. بصوا التقليه مقرمشه جدا وجميله قوي. بصوا طالعه عامله ازاي عشان وطينا عليها. لما كل ما بتوطي عليها كل ما بتطلع مقرمشه قوي معاكي. البصاره سيبيها تبرد خالص وبعد كده حطي فوق منها التقليه عشان ما تسقطش. بجد انا عايزه اقولك ان ريحتها جامده جدا، وريحه الطشه اللي احنا عملناها في الاخر ديت جامده قوي. جربيها كده بالطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك جدا. اتمنى بقى تنوروني بالاشتراك في القناه وحط لنا لايك ما تنسيش. مع السلامه، دمتم بصحه وعافيه.